لو عايزين تعرفوا ايه اللي بيحصل معاكم، تعالوا هنا في أسرع وقت. المكان سيلفا كونسلت، الساعة 9 الصبح. سيلف كونسلت. آه، هي مين سيلف كونسلت دي يا اسطى؟ دي شركة كبيرة ومعروفة. شركة انا اللي فاكرها البت اللي كاتبه لنا الرسالة. بنت مين يا حسام؟ اقعد ساكت مش وقتك. دول عايزيننا في ايه دول؟ ما هو مكتوب لو عايزين نفهم اللي بيحصل يبقى نروح. مم. طب ما هنروح ولا ايه؟ هنروح وخلاص هنشوف اللي بيحصل. طيب ماشي. وبيروحوا الشركة دي وبيكون مكتوب العنوان على ورقة من تحت. اول ما بيدخلوا ما بيلاقوش ناس كتير، هما بس بيلاقوا السكرتيرة اللي قاعدة بره، وهي مجرد ما بتشوفهم بتدخلهم، ما بيسيبهم يدخلوا عادي. فحسام بيقول لعبده: يا اسطى هي عارفانا تقريبا كده. طب وهي عارفانا منين؟ هنشوف معرفش، هنشوف دلوقتي. وهما ماشيين بالراحة وخطواتهم بطيئة، بيلاقوا الباب اللي في آخر الطرقة اتفتح وطلعت منه بنت. بصت لهم وبعدها بصت في الساعة، وبعدها قالت لهم: ده انتوا جايين على الوقت بالظبط. فعبده يرد عليها يقول لها: ايوه. فحسام يقول لها: انت اللي بعت الورقة صح؟ ايوه. طب وانت مين؟ اسئلة كتيرة. لا، مش عايزة اسئلة كتيرة يا حسام. انت تعرفيني؟ مش قوي. فراح عبده مايل لحسام وقايل له: انت تعرفها منين يا ابني انت؟ والله يا ابني ما اعرف حد، مش وقته الرغي ده على فكرة خالص. فيروح حسام قايل لها: ما هو في حاجات، ده مش وقت اسئلة، مش وقت اسئلة نهائي، خلينا اشرح لكم دلوقتي وبعدين هسيبكم تسألوا براحتكم. وبعدها بتلف وشها وتمشي ناحية مكتبها وتقول لهم: تعالوا ورايا يلا. وبيدخلوا ورا بيقعدوا. فيروح عبده قايل لها: ابدأ. فتروح البنت رد عليه تقول له: انت عبده صح؟ ايوه انا. اقعدوا. تشربوا ايه؟ والله ولا حاجة، مش جايين نشرب، احنا جايين نفهم اللي بيحصل وهنمشي. وانا برضو شايف كده بصراحة. يبقى نخش في الكلام على طول. يا ريت. امم طب عايزين نبدأ منين؟ كل اللي حصل معاكم ما كانش صدفة، ومش كل اللي هقوله دلوقتي هتفهموه، بس لازم تعرفوا ان فتح الباب كان تحرر لحاجة كبيرة قوي، مش سهلة. امم يعني ايه بقى؟ يا ابني ما انا قلت مش كل اللي هقوله دلوقتي هتفهموه. هو ايه اللي مش كل اللي هنقوله دلوقتي امال ما احنا جايين عشان نفهم. انتوا جايين هنا عشان نساعد بعض. فيروح عبده رد عليا يقول لها: نساعد بعض في ايه بالظبط؟ احنا مش فاهمين حاجة نهائي. ما هو انا هنا عشان افهمكم اللي انا فاهماه واحكي لكم اللي انا شفته. اللي انت شفتيه؟ ايه بقى اللي انت شفتيه؟ انا هحكي لكم. انا اسمي سليم. في نفس اليوم بتاع النهارده كده، من 17 سنة، في العمارة رقم 10، حصل حدث كل العمارة حكت واتحكت بيه. في يوم 7/7/2007 السكان والناس بدأت تشم ريحة مش طبيعية طالعة من أوضة البواب في العمارة دي. ولما دخلوا لقوه مشنوق، وكان طالع من ايده دم، وعينه كانت مبرقة. انا مش قادر انسى منظره لغاية دلوقتي. بس مجرد ما بلغوا البوليس والاسعاف، الجثة اختفت. ايوه. فحسام يقول لها: وانت ايه علاقتك بيه؟ بابايا. ايه؟ ايوه، البواب الله يرحمه يبقى بابايا. طب انت ايه اللي مرجعك بعد كل السنين دي تفتحي الموضوع ده؟ وبعدين اصلا احنا مالنا بالموضوع ده؟ ما انا لسه بكمل كلام اهو. لما رميت عيني جوه الاوضه، لقيت زي رسمه او وشم مرسوم بالدم، ومكتوب تحتيه اساميكوا انتوا الاتنين: عبده وحسام. ساعتها عبده وحسام يبصوا لبعض بسرعه وهما مبرقين، وحسام يقول: يعني ايه؟ يعني احنا مالنا؟ احنا عملنا ايه؟ ما هو انا جايباكوا هنا عشان تعرفوا انتوا عملتوا ايه ونعرف نساعد بعض. فعبده يقول لها: نساعد بعض في ايه؟ وبعدين تعالي هنا، انت بتقولي ان الكلام ده حصل يوم 7/7/2007،
انا ساعتها اصلا ما كنتش اتولدت، بس كان حسام اتولد. يوم ميلاد حسام 7/7/2007. ايه، مش حاسس ان في حاجه غريبه؟ إيه؟ لا لا، لا مش حاسس بان في حاجه، لا عادي صدفه. بواب مات يوم عيد ميلاده، عادي، مش مفيش حاجه غريبه. لا مش عادي، فكر فيها كويس هتلاقيها مش عادي، وخصوصا ان اكيد يوم ميلادك قريب جدا من يوم ميلاده، صح؟ فعبده يسكت شويه كده ويقول لها اه ايوه. هو انت عرفت الكلام ده ازاي يا ابني؟ افهم، معنى ان اساميكوا انتوا الاتنين اتكتبت تحت الوشم ده بالذات، يبقى انتوا مش عاديين. حتى لو ما كنتوش لسه اتولدتوا، بيكون زي تحذير او تمهيد للي جاي. فحسام يرد عليا يقول لها طب هو الوشم ده عباره عن ايه؟ بيرمز لجن اسمه امونيس. اسمه ايه؟ امونيس. إيه انت تعرفه؟ ايوه لا ما اعرفوش، هو ظهر لنا، ظهر لكم بالسرعه دي؟ فعبده يقول لها يعني ايه بالسرعه دي؟ يعني قصدي ان هو لسه متحرر يعني، فازاي يلحق يظهر لكم؟ بيتحرر منين؟ بص، بعد اللي حصل ده بدأوا مع الوقت كل يوم بالليل متأخر كده يسمعوا أصوات غريبة، أصوات طفل بيعيط وتحس إن في حد قاعد عمال يجري وراه على السلم. صوت حاجة ضخمة بتحصل، فتح مقبرة، حاجة بتقع كبيرة، حاجة بتتهد كده يعني. لغاية ما جه يوم 8/8/2007. فيروح عبده باصص لحسام كده وبلع ريقه. مم. ماله اليوم ده؟ يبقى هو ده يوم عيد ميلادك صح؟ ايوه هو عيد ميلادي. في اليوم ده قامت حريقه كبيره قوي في اوضه البواب. لا مش عيد ميلاد، مش يوم، ما اعرفش حاجه. فيروح حسام قايل له طب مين اللي ولع فيه؟ الله اعلم. طب طب وبعدين عملتوا ايه؟ ولا حاجه، مجرد ما بلغوا الاسعاف برضو الحريقه اتطفت ولا كأن كان في اي حاجه. وبعدها صاحبة العمارة قفلت الباب ده، ومع الوقت كانوا سكان العمارة بيمشوا واحد ورا التاني، اللي يروح البلد واللي يأجر شقة واللي يقعد عند قرايبه، لغاية ما متبقاش غيرك انت يا حسام. ايوه صح، احنا ملناش حد بقى نروح له. يعني ابويا ميت، ويا ريتني عارف مات ازاي ولا مات من ايه. و... وحتى كل ما اسأل امي متدينيش اجابة واضحة. ابويا ما كانش ليه اخوات، وامي نفس الكلام، فما كانش في مكان نروح نهائي، ما كانش لينا حد اصلا. مم. طب ما فكرتش تعرف ايه سبب وفاة والدك؟ لا بصراحة بطلت احاول. مم. طيب طيب ماشي، كملي. اكمل ايه؟ كملي. من بعد ما صاحبة العمارة قفلت الباب ايه اللي حصل؟ ولا حاجة. انا بقى اللي عايز اعرف مين اللي فتح الباب. انتوا مالكوا بيه اصلا، ولا حتى جبتوا المفتاح منين؟ احنا والله ما فتحنا حاجة. امال مين اللي فتحه؟ فيروح حسام باصص لعبده كده، اه نحكي لها. فيروح عبده ردت عليه ويقول له يلا. وبيحكوا لها كل حاجة، من أول ما الطفل طلب منه القلم، وبعدها الاتنين اللي بيتخانقوا واللي واحد فيهم مسك عبده، وبعدها الورقة اللي بتاعت الطفل، لغاية ما قريت الورقة اللي كانت تحتي وكانت مكتوبة فيها انتوا فتحتوا الباب استعد. وبعدين ولا قابلين يا ستي، خدناها جري على العمارة عندي، بنبص لقينا بنت واقعة على الأرض وفي خفافيش حواليها وما كنتش فاهم أي حاجة. وطبعا الباب كان مفتوح. أيوه، يبقى هو ساعتها كان اتحرر. هو مين اللي اتحرر؟ امونس. يعني هو كان موجود لما باباكي مات و... وبعدها اتحرر لما باب فتح ازاي؟ يا ابني هو لما كان بابا الله يرحمه مات كان هو اصلا متحرر، لكن ما كانش في كامل قوته. لما صاحبة العمارة قفلت الباب اتحبس، وطلع تاني امتى؟ لما الباب اتفتح. بالظبط كده. طب وهو كان ايه اللي خرجه اصلا في الاول؟ ما هو ده اللي انا عايز اعرفه، مين اللي طلعه في الاول؟ كمل. وبعدين بعد ما لقيته البنت دي مرمية على الارض ايه اللي حصل؟ انا وعبده طلعنا عشان نجيب الشنطه. اول ما طلعنا وهو جري على الاوضه وانا ببص في الصاله لقيتها. قعدت انادي عليه واشاور له وهو مفيش ولا سامعني ولا شايفني. ساعتها كانت اول مره يظهر لي امنس. قال لي ان عبده ولا هيسمعني ولا هيشوفني. وبعدها لقيته زي بدا يتحكم فيا
ولقيت نفسي رايح على الشنطة بدون إرادتي، وما كنتش حاسس بنفسي ومكنتش عارف أنا بعمل إيه. فتحت الشنطة، أول ما فتحتها النور قطع. وبعدين وبعدها فضلنا نتزاول شوية، نسمع أصوات، نشوف خيالات كده يعني. المهم نزلنا أنا وعبده وخدناها جري. بس في حاجة بقى إيه، واحنا كنا نازلين لاحظنا إن الأدوار بتتعاد، يعني كل ما ننزل نطلع، أنت فاهماني؟ كمل. بعدها لما فكرت اميز دور معين، فلقيت في حته مطربه فكتبت عليها ايه زائد اتش، ده اللي أنا يعني ده اللي جه في دماغي، كتبته حرف ايه وحرف عادي، فاهماني؟ نزلنا لقيت مكتوب ايه زائد اتش يساوي ار اي بي، وبعدها اتكتب 3 اي ام، الساعه 3 الفجر. ما كناش فاهمين. لما انا سالت ايه الوقت ده لقيته مكتوب وقت فتح المقبره، بس برضه ما فهمناش حاجه. مم. وبعدين فضلنا قاعدين لحد ما غلبنا النوم. ده طبعا غير المزاولة اللي كنا فيها، طفل يفضل يجري ورانا، صوت باب بيتفتح، يعني طلع عيننا اليوم ده. ولما رحنا في النوم صحينا على صوت حاجة ضخمة أوي بتتفتح، حاجة كبيرة بتحصل كده، بس مش عارفين ايه مصدر الصوت ده ولا ايه اصلا الصوت ده. وببص في الساعة لقيتها الساعة 3 ودقيقة، وكنا سامعين صوت دوشة تحت. المهم نزلنا لقينا كل حاجة زي ما هي، البنت واقعة على الأرض، الناس ملمومة حواليها، والخفافيش دي ولا كأننا قعدنا كل الساعات دي فوق. المشكلة إني لما بطلع التليفون بلاقي الساعة 7:30 زي ما هي، زي ما كنا برضو دخلنا العمارة ساعتها. آه، ده كده شكلهم كلهم اتحرروا. فعبده يقول لها هم مين اللي اتحرروا؟ وقطع كلامنا حد بيفتح الباب، ودخل حط كوباية مية على المكتب، وهو بيحطها فراح موطي وباصص لي، وابتسم ابتسامة مليانة شر، وعينه اسودت بالكامل، وراح قايل لي ما تدورش في القديم، بلاش. وبنروح على مشهد تاني في نفس اللحظة بيظهر فيه عبده وحسام في بيت عبده، وكانت العيلة كلها متجمعة. فهم قاعدين، مامة عبده فتروح قايلة لحسام عامل ايه يا حسام يا حبيبي؟ فيروح حسام نازل لها راسه كده، وبعدها يقول لها كويس. فتروح مامة عبده قايلة الحمد لله يا حبيبي يا رب دايم. فيروح باصص لها، فيروح باصص في الأرض وهز راسه تاني. وبعدها ابن عم عبده فيروح قايل له طب ايه يا عبده، جاي من بابجي ولا ايه مش في المود؟ فيروح عبده قايل له لا مش دلوقتي. بعدها مامة عبده تقول لهم طب ايه تحبوا تاكلوا ايه النهارده؟ فما يردوش، وبيبقى كل اللي قاعدين حاسين ان في حاجه مش مظبوطه، يعني طريقه كلامهم بارده، بيردوا على قد السؤال، على طول على وشهم ابتسامه خبيثه كده، لغايه ما بتيجي اخت عبده الصغيره وتيجي تقف قدامه وتقول له انت مش عبده، انت واحد تاني. كلمه من بنت صغيره وكلها براءه، لكن سكتت البيت كله. فيروح عبده باصص لها بصه كلها برود، ويبتسم كده ويقول لها ايوه صح. ثانيه، هو مش عبده وحسام معزلين في الشركه؟ الله امال مين دول؟